أحسن إليها، وأبت كل نفس طيبة أن لا تموت حتى تحسن إلى من أساء إليها. هذا لم يثبت حديث، بل نص العلامة الأزهري في كتاب تحذير المسلمين عن الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين أنه حديث موضوع، لكنه هذا مجرب وأنه حكمة، فكأي من شخص تحسن إليه وفي نفس الوقت أخيرا يسيء إليك، وكأي من شخص يسيء إليك فتعفو عنه. هذا النفس الكريمة الطيبة، وهذا النفس الخبيثة الشريفة. أما بعضهم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بحد، ولا تصبر أن تكون حكمة، مثل ما اتقي شر من أحسنت إليه. هكذا يقولون لا هو حديث ولا حكمة ولا مثل صحيح، لأنه سيعارض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع أن الإنسان يحسن إلى الناس، بمعنى اتقي شر من أحسنت، يعني إذا أحسنت إلى واحد يعني ما علم ما يضرك، وبناء عليه يترك الإحسان، تترك الإحسان. هذا قد أجبت عنه مرة بأنني قلت لا يصح أن يكون حديث ولا يصح أن يكون أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن الحكماء، ما يمكن. والجملة أيضا أو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وهذا ليس بحديث صحيح مرفوع أصلا، وإن كان اشتهر على الألسنة.